السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أهلا وسهلا بكم في قناة فؤاد الشمالي. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان هذا عليكم رمضانا مباركا كريما وسعيدا. سأتحدث اليوم عن 7 علامات من علامات الإصابة بالسحر التي تظهر في رمضان تلقائيا دون حتى أن يبذل المريض مجهودا لكي يكشف حالته عند راقي أو عند مختص أو بمعالجة نفسه بنفسه. فبعض الأعراض تظهر في رمضان لأن رمضان قوي بذاته، لأن الله عز وجل يطرح فيه من البركات، رمضان يقوم بإحاطة الإنسان بالخيرات. رمضان يهيئ نفس الإنسان للعبادة، فالشيطان لا يريد العبادة، والسحر يبطل ويضعف بكثرة العبادة والتضرع إلى الله عز وجل. فبعض هذه الأعراض يا إخواني تظهر من بداية رمضان، وأذكر لكم أهم الأعراض التي يمكن أن تعرف بها أنك مصاب بسحر من قبل، وأنه في رمضان ظهرت عليك أعراضه. العرض الأول هو الاكتئاب الحاد في أول 3 أيام من رمضان. الناس يفرحون بدخول رمضان، لكن المسحورين عادة ما يحسون باكتئاب شديد، كأن قلبهم مغلف، كأن ذاتهم مغلفة، كأنهم لا يريدون شيئا، كأنهم لا يستطيعون حتى أن يتكلموا فيما يخصهم أو فيما يخص الآخرين، فيبقون على هذا الحال من يوم إلى 3 أيام ريثما يخرجون من حالة الاكتئاب المفاجئة التي تقع لهم في بداية رمضان. ثانيا، ثقل الصلاة على غير العادة، خاصة صلاة التراويح. كل الصلوات الجهرية تكون ثقيلة عليهم، ليس لأنه هو لا يريد، لكن لأن ما فيه لا يريد أن يسمع هذا القرآن الذي يتلى في صلاة، في قيام، في خشوع، فيتأثر فيهدم أو يهزم. ثالثا، ضيق في الصدر وآلام في الرأس بسبب الذكر وقراءة القرآن، أي كلما حمل مصحفا ليقرأ أو ليرتل، أو كلما جعل نفسه وردا، أحس بأنه مع البداية يضيق صدره ويحس بآلام في رأسه. فلو أنه بذل مجهودا آخر في رياضة، في عمل، في أي شيء آخر، يجد أنه نشيط، لكن في قراءة القرآن تأتيه هذه الأعراض. رابعا، الرغبة الشديدة في النوم. الإنسان في نهار رمضان حتى في مساء رمضان يحس بأنه كسلان جذلان يريد أن ينام. خامسا، أحلام مزعجة متقطعة لا تفسر. كثرة الأحلام المزعجة في نهار وفي ليل رمضان. متى ما نام الإنسان المسحور أو الممسوس، أحلام لكن تكون متقطعة، لا يكاد يذكرها إذا ما يستفيق فيذكر أنه كان يركب على قارب، كأنه في بيتهم، لكن تفاصيل الأحلام لا يذكرها كما كان في غير رمضان. سادسا، إحساس برغبة في أن ينتهي رمضان، أن يتمنى الإنسان داخليا يا ليت رمضان ينتهي، مع أن رمضان شهر عظيم حتى في قلب الإنسان المسحور، يحب هذا الشهر ويحب أجواءه، لكن يتمنى أن يزول هذا الشهر، وسبحان الله حينما ينتهي شهر رمضان يحس بالحسرة لأنه لم يغتنم رمضان. سابعا وأخيرا وليس آخرا، ارتفاع الشهوة الجنسية في نهار رمضان. الإنسان يحس بشكل غريب أنه هناك شهوة غريبة تأتيه لكي تدفعه إلى التفكير في الحرام أو لكي يبطل يومه بما لا يليق به. إخواني الكرام، أسأل الله عز وجل أن يشفيكم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. إذا وجدت أن هذه الأعراض فيك فاعلم بأنها دليل قوي على أنك مصاب بسحر، وأنك فعلا مصاب بسحر أو بمس متعلق جدا بالجسد. لا تنسوا الاشتراك في القناة، مشاركة هذا المقطع مع إخوانكم وأخواتكم. لا تنسوا كذلك الدعاء لي بالمغفرة والرحمة، وأن ييسر الله عز وجل أمري كما أسأل الله أن ييسر أمركم. كذلك هناك رقم على الواتساب في قناتي في هذا المقطع، يمكنكم أن تتواصلوا معي من خلاله متى شئتم. انتظروا كذلك تعليقاتكم لكي أجيب عنها في تحت هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.